ازيكم يا رجاله؟ عاملين إيه؟ الاخبار؟ محمد من ثانوي اسيستنت. فيديو جديد من السلسله بتاعتنا، سلسله يا عبد الرحمن. روح اتفرج على الفيديو اللي انا عملته عن التعريف بتاع السلسله ديت عشان مش عايزين نحرق كتير. بص يا ريس، النهارده الفيديو الرابع. حصل الكلام الفيديو الرابع. ايوه. الفيديو الاولاني جهز لك عقليا ونفسيا، جهزتني عقليا ونفسيا. حاصل. الفيديو اللي بعديه عملنا الخطه وتتبني على 3 حاجات وبلا بلا بلا. روح اتفرج على الفيديو لو عايز. بعد كده الفيديو التالت كلمتك عن مشكله عامه مع كل الناس، وناس كتير قوي كلمتني عنها، فكلمتك من قلبي شويه. نرجع بقى لمرجوعنا هنا في الفيديو الرابع. بعد ما عملنا ايه؟ جهزنا نفسيا وعقليا، عملنا الخطة، عايزين بقى نشتغل عليها. بس لما احنا بنشتغل يا عبد الرحمن في شوية مشاكل بتقابلنا. مشاكل كتير، كتير. ممكن تقول لي كده ايه المشاكل دي يا عبد الرحمن؟ بص انا كتبت لستة، هي كتير، بس انا مش هتكلم عنهم كلهم. ليه يا عبد الرحمن؟ عشان مش عايزين نحرق يعني. اقول لك يعني مثلا المشكلة الاولانية. وطبعا عايز اقول لك على حاجة، المشاكل ديت بتتصنف لحاجتين. الحاجة الاولانية مشاكل في الخطة، تاني حاجة مشاكل فيك انت. يعني مثلا ايه مشاكل اللي فيك انت؟ الكسل، النوم، الموبايل. مع ان اصل انا هقول لك على حاجه، يعني زي مثلا مشكله الموبايل دي، عايزني اقول لك ايه؟ فاهم؟ انا 100 مره قلت لك الموبايل اهو وانتهينا، فاهمني؟ مش حوار. لكن انت بقى عايزني احرق، لكن انا مش هحرق عن نفسي. المهم ايه؟ مشاكل كتير قوي يا فيك انت يا في الخطه. سكه ودوري. انا هتكلم على حاجتين، وبعد كده هضيف لك جمله بتحل كل المشاكل اللي فيك انت. بس ما تقلقش، مش هتبقى من الجمل اللي هي التحفيزيه الكرنج دي. لا، اقول لك على حاجه فعلا، يعني لو انت سمعتها كده هتقول، يعني اغلب الناس طبعا هتقول يعني تصدق فعلا تشتغل الموضوع ده، فاهمني؟ فانت ركز معايا. مبدئيا كده، حته الناس اللي مراكمه جامد. بس استنى، مراكمه جامد ازاي يعني؟ لا، مراكمه اللي هو لدرجه ايه؟ انا هرزع ايه ارقام طبعا. انه مثلا الباب الرابع هو ما فتحوش، والمستر بدأ في الباب الخامس. يعني مثلا مثال اتقال لي كتير قوي، انا الباب الرابع ما لمستوش، والمستر بدأ في العضوية. اكمل في الباب الرابع ولا ادخل على العضوية على طول؟ هو ده السؤال. وهي اول مشكلة. انت بتتكلم عن كام مشكلة يا عبد الرحمن؟ 2. دي اول مشكلة منهم. طيب ركز معايا بقى يا ريس. بص يا وحش، الرأيين موجودين. في ناس بتقول لا يا عم خد الحصص، وفي ناس تانية بتقول ايه؟ لا يا عم نط نط للمدرس على طول. انا بقى يعني من وجهة نظري طبعا شايف ان انت لو عندك الحوار دوت في كذا مادة، يعني مثلا مادتين مراكم فيهم قوي كده، لا، نط مع المدرس على طول. وبعد كده ايه؟ في المراجعات دوس. يعني اعتبر ان الباب اللي انت ما فتحتوش ده مش موجود في المنهج، وكمل مع المدرس. وايام المراجعات هتعاني، لازم تبقى عارف ان انت هتعاني بحيث ما تتصدمش يعني. خلاص، وتعاني في المراجعات، تمام، عشان تعرف تلم. طب يا عبد الرحمن، هو انت بنيت وجهة النظر دي على اساس ايه؟ بصراحة على اساس تجربة. لان انا حصل معايا الحوار ده، بس كان في مادة واحدة بس وجريت، ما نطيتش. جريت بحيث ما اعانيش في المراجعات، لان انا كان هدفي في ثانوية عامة ان انا ما اعانيش في المراجعات، فاهمني؟ اللي هو ايام المراجعات كده اقوم براجع، فاهم؟ مش بعاني بس. وفي ناس تانية كتير قالت لي، تعرف انا احسن حاجة خدتها في حياتي؟ احسن، يقول لي كده، احسن قرار خدته في حياتي ان انا نطيت وعانيت في المراجعات، فاهمني؟ فانا بقول لك الاتنين موجودين. انا من وجهة نظري بصراحة شايف ان هي لو مادة واحدة هتمشي، هتعرف تجيبها واقعية. لكن لو كذا مادة لا، يبقى هنعاني فين؟ في المراجعات. دي كده كانت اول مشكلة. تاني مشكلة، وانت لما تسمعها تفتكرني ان انا بحرق، بس هي النوم. بص، دي مشكلة فيك انت، مش مشكلة في الخطة. وانا بصراحة اختصاصي مشاكل الخطة. لكن بقى مشاكل اللي هي البشرية دي، اللي هو النفسية الميتة، الخوف ان المراجعات قربت، بقراها من السكريبت ها، الخوف عشان المراجعات قربت، النفسية الميتة، الكسل، درجات الشوام اللي انت بتأثر عليك نفسيا، النوم، الموبايل، السرحان، اللي هو الناس اللي بتعمل كده ويقعد يحلم بقى، فاهمني؟ يعني السرحان ومشتقاته عموما، فاهمني؟ ان هو مش عارف يركز وكذلك.
مش اختصاصي عن نفسي، لان انا ما بحبش احرق، مع اني عملت فيديو عن كل مشكله من اللي انا قلتهم دول. تمام. وما كنتش بحرق فيهم، كنت بقول لك ازاي تتصرف بجد. ولكن لو احنا اتكلمنا في الحاجات دي دلوقتي يبقى بحرق. فانا من الاخر كده هقول لك جمله بتحل اغلب مشاكل اللي هي جواك دي، اللي هي مشاكلك انت الهبله دي، اللي هو انا خايف، انا بنام. دي بالنسبه لي هبله، معلش انا اسف، فاهمني؟ لكن انت لازم تعرف برضو المقياس. لازم تعرف مشكلتك دي عباره عن ايه. لا هي هبله، ما تخافش، فاهمني؟ يعني ما تخافش، يعني مشاكلك دي هبله. ما تعتبرش ان هي مشكله يعني اصلا. يعني كنا احنا بنقول عليها مشكله، دي مبالغه مني. فالمهم ايه، حوار النوم، هقول لك عليه حاجه وبعدين هقول لك على جمله لبقيه المشاكل. النوم يا رياسه هو عشان سببي، انا بقولها لك كده مني ليك، مع ان مش هقنعك، فانا اقولهم لك. النوم، يا انت نفسيتك وحشه يا انت بتهرب، فاهمني؟ عشان برضو انت ايه، ممكن ما تكونش واخد بالك. انت ممكن تكون نفسيتك زي الزفت فانت بتنام كتير، ممكن تقول لا اصل انا تعبان وبتاع وبقعد اسهر واذاكر. لا، انت نفسيتك وحشه، فانت حاول تظبط نفسيتك، خد بقى بريك بقى، يعني روح اتفرج على فيلم، معرفش اعمل اللي انت عايزه، فاهمني؟ او انت بتهرب من المذاكره وانت ما تهربش، بس ما تهربش، هي دي الحل، ما تهربش. خلاص، الجمله بقى اللي بتحل اغلب المشاكل نسيتها. يا ربي على المعاناة. لا لا لا، اهدى اهدى، افتكرتها. الصراحة دي جامدة جامدة أوي. ذاكر بجرعات صغيرة. ده يعني فاهم، جرب. يعني فاهم، ده وجهة نظري، يعني أنا بالنسبة لي لو أنت ذاكرت بجرعات صغيرة الموضوع هيظبط معاك جامد. يعني أنت الواحد نفسيته ميتة، لو ذاكرت بجرعات صغيرة فاهم هتقول إيه، لا ده طب أنا بنجز بقى. يعني لا، يعني في حاجات بتخلص. أنت لو قلت لنفسك أنا هحل مثلا 5 صفح، هتخلصهم فهتنبسط، فاهم؟ فنفسيتك هتتظبط. واحد مكسل يا عم، دول 5 صفح في 5 صفح في 5 صفح، فاهم؟ خمسة. ونوع بقى، فاهم؟ يعني 5 صفح في المادة دي، 5 صفح في المادة دي. امسك الخطة بتاعتك، فاهم؟ يعني رجلشها، فاهم؟ يعني ما تخليش الدنيا قاسية كده، يعني حاول يعني فاهم، انبسط، فاهمني؟ يعني خلي شوية هنا وشوية هنا بتاع كده يعني. بس يا رجالة، دي كانت الجملة. مش عايز اقفل الفيديو الصراحة، بس يعني للأسف. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو يا رجالة. سلام.